ها واحد السلام عليكم. اليوم نسافروا بكم لماما افريقيا وغادي نوريكم واحد من العجائب اللي ولدت القاره العزيزه ديالنا. لذلك ربطوا الاحزمه ديالكم ويلا بينا. عيدي امين تزاد في 1925، ترأس اوغندا ما بين 1971 و 1979. وصل للحكم بانقلاب عسكري خلى تمشى الرئيس لسنغافوره وهو يزرب ليه على البلاد. وكيف عدت العسكر على مر العصور قال للشعب راه ماشي جينا نحكموا، راه حيدنا الفاسدين وحنا هنا مريحين على الكرسي مؤقتا تنتخبوا نتوما ماشي رئيس على ذوقكم. وايلي تا وليتي انت مول الدار، الشوار شوارك والحكام حكامك، عاد تخلي الشعب ينتخب شي واحد؟ ما يمكنش. وفرصه وحده كتجي في الحياه وبطبيعه الحال السي امين غادي يدير لهم بطن بالتما، وداك الشيء اللي وقع دار اللصاق على الكرسي وريح. المشكل ماشي هنا، المشكل في التصرفات والفكر ديالو. ترى مسالي ومسطي وما عنده غرام د العقل. تمرقين كوكا الرئيس اول حاجه دارها بدل لقب الرئيس، ما بقاش مقنع هو يصايب اطول لقب رئيس في العالم. صاحب السعاده فخامه الرئيس الى الابد، المارشال الحاج الدكتور عيدي امين داد، قاهر الامبراطوريه البريطانيه واخر ملوك اسكتلندا. فين غادي؟ فين هو غادي؟ من بعد كان مريح ما كاين ما يدار، نادر خطاب رسمي قال لهم من اليوم وليت ملك اسكتلندا، والشعب الاسكتلندي فرحان حيت وليت ملك ديالهم. راهم كيتسناوني نجي نحكم فارغ الصبر، وهما ما بينهم وبينه غير الخير والاحسان، حتى ما عارفينوش كاع واش كاين ولا ما كاينش. من بعد داز الميريكان قال لهم شوف راه الا بغيتو نحكمكم راه هانيه والله الثانيه وما عنديش مشكل، راه نجي نحكمكم وردكم اسعد شعب في العالم. غايطولي هادشي في خطابات رسميه من رئيس دوله. واش عارفه شنو هو تكون رئيس وتقول هاد الهضره في خطاب رسمي وكدوي من نيتك؟ راه بزاف. المشكل الشعب تيق وراه خطاب رسمي نعذرهم. الطامه الكبرى هي اللي كان داير مع بريطانيا. بدات القصه من مشى لعندهم بلا خبرهم، وهادشي لا يجوز حيت كما كتعرف عزيزي المشاهد خاص رئيس الدوله من يبغي يمشي لشي دوله اخرى خاصو يعلمو. المهم السلطات عرفت باللي راه تما وهما يعيطوا ليه للقصر كترحيب به. تما سولاتو الملكه اش جابك لهنا؟ قال لها راه غا ما لقيتش شي صباط قدي في البلاد قلت نجي نشوف عندكم هنا ياك المرض. قالت له تبقى تعلم قبل ما تجي، الله يعطيك الستر راك رئيس دوله زعما. وبما ان الملكه اليزابيث كانت عاطيه للعين بان لي تزعط فيها، وراك التعناب الرئاسي ديك الساعه طرقت ليكم هارب ليه. استغل ديك تبقى تعلم وهو يمشي للراديو الرسمي وصيفط ليها ميساج: عزيزتي الملكه راني جاي لندن في 4 اكتوبر هذا العام، كنكتب لك هادشي باش توجدوا لي راه الريح عندكم شيامات، وما تنسايش راه عزيز عليا الماكله والشهوات. بابا امين. ولد العبد كيحسب له مسافر عند خالته. السي امين ما حبسش هنا، وفي واحد الفتره اللي كانت كتعاني بريطانيا ازمه اقتصاديه والشعب حاقد على الملكه ما ضيعش الفرصه وعاود صيفط ليها ميساج كيقول لها فيه: عزيزتي الملكه الا كانت بلادك ما كتحترمكش وما كتفهمكش اجي عند بابا امين اللي كيبغيك وكيحترمك. اختلف العلماء على انه كان كيدير هادشي غير باش يعصبها حيت ما كانش عنده مع بريطانيا، او انه عنيبه من درجه رئيس. وانا كنرجح الاحتمال الثاني. والصراحه جوج من التصديات اللي كان كيقول اللي عجبوني وكنشوفهم منطقيين. الاولى هي انه كان كيطالب يحيدوا لكاع الشعوب الاسلحه التقليديه ويعطيوهم القنبله الذريه باش شي ما يزعملاش. والثانيه مع رئيس تنزانيا اللي ما كانش كيحملو، قال له هذا الخلاف اللي بيناتنا جي نتلاقاو في شي حلبه ضربه فيا وضربه فيك واللي ربح ياخذ الليبر، لاش ندخلوا المواطنين في شي حرب دمويه. هذه عجبني فيها. واعيد واكرر السيد راه تيدوي من نيتو في خطابات رسميه كيقول هادشي. وختاما كيف ديما نحركوا لكم ديك المخيله وقولوا لنا لو كان تولي رئيس في شي نهار اش غدير؟